محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم. قدر ولطف. مسعود الحطاب. زارع المعروف. عوف الأصيل. برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. نص ساعة إذاعة. إعداد وتقديم محمد عبد العزيز عطية. الهندسة الإذاعية أحمد حسين. إخراج أحمد نجم. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم برنامج نص ساعة إذاعة الذي يتعرض دائما للتراث الإذاعي على مدى أكثر من 75 عاما. الحقيقة أن التراث الإذاعي له باع طويل في تقنياته وبرامجه الكثيرة، ونحاول من خلال ذلك أن ننتقي أفضل ما تم إنتاجه من أعمال إذاعية، من برامج غنائية أو صور غنائية وبرامج فكاهية مثل ساعة الألبك وغيرها، أو برامج لقاءات وغيرها. إن شاء الله ده هنركز عليه في خلال فترة نصف ساعة إذاعة. وابدأ معكم اليوم في لقائنا ببرنامج أو صورة غنائية بعنوان قسم وأرزاق. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم. تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم حقيقي، اسم هو حد بياخد رزق حد؟ قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. لو لاحظنا برنامج أو صورة غنائية اسم وأرزاق، هنلاقي اشترك فيها الكثير من المبدعين من أبطال الصور الغنائية. أشهرهم الممثل العظيم محمد علوان، اللي يعني لاحظناه في كثير من الأفلام الروائية مثل فيلم الخرساء، فيلم اليتيمتان لفاتن حمامة، وبنلمحه في عشرات البرامج الغنائية المشهورة. يمكن معظمها كان يقوم على أكتاف محمد علوان. في قسم وأرزاق هنلاحظ إن هو البطل الرئيس فيها. هو عبارة عن رجل عتقي، وكلمة عتقي دي حتى بنسمعها إن هو الإسكافي أو صانع الأحذية. عتقي بيسكن في حارة اسمها أو محله في حارة اسمها حارة الكحكيين، بيجاوره رجل معروف عنه الكبرياء ومعروف عنه الجشع وشدة الطمع، اسمه محمد الخياط اللي هو الفنان صلاح منصور. بيتزوج مرزوق من رفيعة الشال اللي هي اسمها أم شوق في الصورة الغنائية. وله من الأولاد حوالي 7 أولاد، أشهرهم مدبولي وشوق وعتريس وغيرها وغيرها من الأولاد.
راجل راضي بقليله كما يقال، وبيحمد ربنا دائما على القليل والكثير، وراضي حتى لو كان بأقل القليل. بيعود مرزوق طبعا من خلال الصورة الغنائية. تبدأ هذه الصورة وهو في محله أو دكانه المتواضع اللي هو العتقي أو الإسكافي، بيغني طبعا أغنيته المشهورة اللي هي أغنية إن طال علي الليل أقصره بغنوة. إن طال علي الليل أقصره بغنوة، إن طال علي الليل أقصره بغنوة، ورب طار الفيل بكلمتي الحلوة، وروحك يا ويل، وروحك يا ويل، واصبر على البلوى وغالب لا تشمت في عزالي، وقول يا عيني ليل، وقول يا عيني ليل، وقول يا عيني ليل، وقول يا ليل ليل، الدنيا ما تسوى. وبعد الأغنية رجعنا لكم ونقول ان طبعا هذا الامر لم يرضي محمد الخياط، المعروف عنه ان هو دائما ناقم على الحياة، وبيرفض سماع هذه الأغنية وصوت مرزوق اللي هو المتواصل، ولذلك من بينهروا بطريقة شديدة ومغلظة، ويقول له لو تعاود الغنى مرة ثانية هرميك بقرمتك بره الحارة. جرى ايه يا صرامات يا عجر؟ مش كفايه الدق، لازم تنعر كمان؟ معلش يا سي محمد يا خياط، اهو الواحد بيسلي نفسه. والله لا، انا عارف ازاي بس بيجي لك نفس تغني. يعني واحد زي حالاتي اكبر خياط في البلد ومكسبي قدك 300 مره، ما يهف عليا ضحكه من ساعه ما فتح من النوم لحد ما اتخمت تاني. انت اللي مش لاقي تاكل، وراك 7 عيال بيحزوا في قفاك، صبح تغني ونايم تغني. هو انت بقى حجر ما بتحسش؟ نحمده على كل حال، دي الارزاق على الله يا سي محمد. يا اخي سد نفسك شويه. طب والله ما تزني تاني الا رميك بقرمتك في وسط الحاره. على ايه؟ كفى الله الشر، النهار فات على خير والمغربيه دخلت وكلها حبتين ونقوم نروح. اعوذ بالله، راجل جبله عديم الشعور. بيعود مرزوق طبعا وبنسمع دقات او طرق الباب، فطبعا بنسمع اولاده وهم بيقولوا ابويا جه ابويا جه، ويفتح الباب. قلت جبت لنا ايه يا بابا؟ معاك حته جبنه قديمه تبقى الاكله عظيمه، حبه فول حراتي تبقى الاكله زواتي. يعني الرضا بالقليل هنا شيء عظيم جدا حتى مع اولاده. المهم بتقعد الاسره تستمع، يعني بعد ما بيتناولوا عشائهم بيقول لي هاتي الطبلة يا بسبسة وتعالوا عشان نغني. بيغني طبعا الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي. افتحوا يا عيال. مين؟ انا مرزوق.
عذروا جايب لكم ايه؟ عليكوا نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنية راجلها، مستنية سبعها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق. قلبي يستكتروا عليا ان اغني وانبسط. هو فيه نعمة اكتر من كده؟ الف حمد والف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال، اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تحكي لنا حدوته اللي انتوا عايزينه. طيب بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه امكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق لم قشر الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا عفريت. حزم اختك يا بندق. يلا يا بسبسة. يا خال انا خالي روقتي لك بالي، يا خال انا خالي روقتي لك بالي. غنيلي غنيلي يا خالي يا خالي يا خالي، غنيلي يا خالي. يا خالي انا خالي روقتي لك بالي. قال يا غنى ايش لنا مالك علينا جميل، قال يا غنى ايش لنا مالك علينا جميل. لا الهم جاء عندنا، لا الهم جاء عندنا ولا حملنا بيميل. واللقمة تحلالي بين أهلي وعيالي، واللقمة تحلالي بين أهلي وعيالي، واللقمة تحلالي بين أهلي وعيالي. غنيلي غني غني يا خالي يا خالي يا خالي، غنيلي يا خالي. يا خالي انا خالي روقتي لك بالي. غنيلي غنيلي يا خالي يا خالي يا خالي، غني يا خالي. يا فرحي لك في الدار شمعة ومن آدم، يا فرحي لك في الدار شمعة ومن آدم. والستر متصدر والستر متصدر والعافية بزيادة. والأهل ده عيالي
بعد الأغنية بنسمع صوت الديك وبيأذن لصلاة الفجر. كمؤثرات موسيقية جميلة جدا في الصورة الغنائية. بتوقظ الست أم شوق اللي هي رفيعة الشال زوجها مرزوق، تقول له يا مرزوق قوم عشان ما يفوتكش صلاة الفجر. وبيتثاءب مرزوق طبعا، قول لها صباح الخير يا أم شوق. قالت له قوم بقى علشان النهاردة أنا نفسي في حاجة. قال لها حاجة إيه؟ قالت له نفسي في أكلة وهي الكنافة. قال لها بس انت كده يعني بتعلمي الأولاد على إيه؟ على الدلع. وهجيب ده كله منين؟ لأني كل يوم والتاني نعودهم على العز بالشكل ده. قالت له اطمن، أنا كل يوم بحوش نكلة من المصروف لحد ما بقوم 6 ساغ، وانت رايح صلاة الفجر خد معاك السلطانية عشان تجيب فيها السمن والسكر. مرزوق ابو شوق، الفجر بيدن، قوم قبل ما تلحق الصلاة في الجامع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صباح الخير يا أم شوق. يسعد صباحك يا اخويا، ما تتمطعش كده ترمي كسلك عليا. قوم بقى احسن، انا نفسي النهارده هفاني على حاجه. اللهم اخزيك يا شيطان. إيه يا ترى؟ نفسي في الكنافه. الإيه؟ بس وطي حسك لا تصحي العيال. وده صباح إيه ده بقى؟ ما تحملش هم، اصل انا بقالي شهر بحوش كل يوم نكله لحد ما بقوا 6 ساغ اهم. بس أنا خايف يا أم شوق لا العيال ياخدوا على كده. يا اخويا اهي مرة من نفسنا، خد السلطانية معاك وانت خارج علشان تجيب فيها السمن. هي فين السلطانية؟ اهي مع الف سلامة. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر مرزوق الله العظيم. مرزوق. أم شوق إيه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك ابدا. إيه قولي أوام، حد من العيال جراله حاجة؟ بعد الشر. أمال إيه بس؟ الراجل محمد الخياط الله يجازيه راح اتفق مع شيخ التمن انهم يخرجوك من الحاره النهارده، وجايبين 10 رجاله واقفين لك بالعصيان والنبابيت. ليه؟ عملت لهم إيه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوب ناحيه الحاره دلوقتي. هم فاكرين إنهم يقدروا يقطعوا عيشي؟ هو أنا رزقي عليهم؟ والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عاوزاه. اسمع يا أم شوق، نعم. احنا ما بقالناش عيش في البلد دي. روحي بيعي القرمة والكام قالب والعدة اللي في الدكان واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع لكم. يا نهار، انت بتقول ايه يا مرزوق؟ عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول اذا الواحد انسد رزقه في حتة يهاجر منها، وانا هدور على باب رزق في اي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعزل من الحاره وبلاش نسيب البلد. كفاية كده يا ام شوق، انا نفسي حمضت من البلد دي واللي فيه، واحنا ناس غلابة لا بينا ولا علينا، ودول ناس ما يقدر عليهم الا صاحب القدرة. استودعتك الله يا ام شوق. مرزوق بقى يهون عليك تسيبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليا نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. بوسي للعيال يا ام شوق، والواد عتريس وديه للوسط علي النجار، انا كلمته عشان يشغله عنده او يساعدك بقرشين، والمساعد ربنا. انت بتعيطي، ما تبقيش عبيطة، احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق، الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية مع مرزوق طبعا بعد ما سمعنا ان هو خلاص ناوي يترك البلد تماما ويهاجر بدون اهله، بيصل الى الميناء على الساحل، فبيلاقي طبعا مركب او سفينة كبيرة في طريقها لعرض البحر. رايحين فين يا رجالة؟ رايحين احنا عرض البحر. طيب خدوني معاكم. خلاص حط السلطانية
على دماغك واربط عليها شال العمة وتعالى. طبعا دي يمكن اللي هتنفعه عما قليل يعني. ركب السفينة معاهم وبدأنا نسمع صوت المراكبية وهم بيغنوا غناهم الجميل صلي على النبي، على النبي صلي. خليها تجري في دموع، لا اشكيلك من نار لضلوع، اغني واحكي لك ما بين الهيلة صلي على النبي. ببلاد بلاد ونعود لأهلي وأحبابي، هلا هلا صلي على النبي. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ شهرين ما حد عارف لك طريق. هعمل ايه يا رب؟ ادور عليه فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بصوا كده يا ولاد، اللي جاي من بعيد ده مش شكله زي ابوكوا؟ اهلا 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 ولادي حبايبي، بسبسه جلجل بندق شوق عتريس متولي نجف. تعالوا في حضني يا ولادي. مرزوق ام شوق مراتي حبيبتي. اخص عليك يا مرزوق، كده تخطف قلبنا. كان فين الغياب ده كله؟ بس اسكتوا وانا هقول لكم كنت فين. ايه الشوال اللي انت جايبه ده؟ هي الكنافة دي يا بابا فين الكنافة؟ فين الكنافة؟ استنوا بس، بكره الصبح هجيب لكم جبل كنافة، بس اقفلوا الباب دلوقتي
واقعدوا ساكتين وانا احكي لكم الحكايه. ايه يا ترى؟ اوعى تكون قلت عقلك وسرقت سريقه. حشر هو اللي يسأل ربنا يتحوج لمخلوق. اقفلي الباب كويس يا بسبسة، تعالوا تلموا هنا اما افتح الشوال واوريكم الخير اللي بعتهولكوا ربنا. الله يا مصيبتي، الماس، ياقوت، مرجان. ما تتخضيش كده. هنعمل بده كله ايه؟ والناس تقول ايه؟ ناس مين؟ حد له عندنا حاجة؟ هو النضيف يعمل حساب للناس؟ دي اسم وارزاق ولا يهمك. طمني قبله، جبتهم منين؟ صلوا على النبي. ألف صلاة عليه. نخلي بالنا بقى من الحوار اللي هنسمعه دلوقتي ما بين مرزوق وزوجته أم شوق. وهو طبعا بيفتح الشوال وبيطلع الذهب والياقوت والمرجان، وتقول له ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ اوعى تكون قلت عقلك يا مرزوق وسرقت سريقه. قال لها فشر، هو اللي يسأل ربنا يبص لأي كلام للناس. طبعا قالت له طب هنعمل بده كله ايه؟ قال لها كل اللي بيسأل ربنا لازم يلاقي الخير دايما. فبدأ يحكي لها بيتم ده ازاي، او حصل على المجوهرات والذهب والياقوت ده ازاي. ايه يا ترى؟ اوعى تكون قلت عقلك وسرقت سريقه. حشر هو اللي يسأل ربنا يتحوج لمخلوق. اقفلي الباب كويس يا بسبسة، تعالوا تلموا هنا اما افتح الشوال واوريكم الخير اللي بعتهولكوا ربنا. الله يا مصيبتي، الماس، ياقوت، مرجان. ما تتخضيش كده. هنعمل بده كله ايه؟ والناس تقول ايه؟ ناس مين؟ حد له عندنا حاجة؟ هو النضيف يعمل حساب للناس؟ دي اسم وارزاق ولا يهمك. طمني قبله، جبتهم منين؟ صلوا على النبي. ألف صلاة عليه. بيعود المخرج العمل ده بالمستمع إلى مرزوق وهو بيركب السفينة وبيغني صلى على النبي، على النبي صلي. وبتقوم عاصفة من الأمواج شديدة بتحاول إنها يعني تصبح السفينة في مهب الريح تقريبا يعني. وطبعا بنلاقي كل الملاحين اللي في السفينة بيبقى عايزين يرموا أي حاجة موجودة في السفينة. ارمي أي حاجة معاك يا مرزوق. قال ما معيش غير السلطانية. قال له حطها على دماغك ولف عليها شال العمة، وبكده ايه يعني اثبت بقى في السفينة. انه جاي من الشارع لكل طلوع وقاعد تكون لحد ما يخف الريح. هو ده البحر المالح اللي ملوش قرار؟ يا خبر زي بعضه، ده الموج بقى زي الجبال. يا مرزوق خليك راجل، العمر واحد والرب واحد. يا نهار، المركب بقت زي الريشة. اللي يروحها زي البحر على كتافه ولا يربطها على وسطه وارموا بقية الحبل للمية لشبعت المركب. الحمد لله مفيش حاجة الا السلطانية. البسها فوق دماغي واربط عليها شال العمة. رحنا بنات، رحنا بنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بتتمزق السفينة وتتكسر تماما وبيغرق الملاحين اللي معاه. وفات عليه وقت طويل وإذا به بيجد نفسه فوق لوح خشبي وبيتم نجاته من المية. لكنه أول ما بيفتح عينيه بيلاقي ناس أشكالهم غريبة وهم شبه عرايا كيوم ولدتهم أمهاتهم. وبنسمع صوت واحد عظيم جدا لعلكم أكيد تعرفوه، وهو صوت محمد الطوخي. بترجع الأحداث لمحمد الخياط بيقعد مع أحد التجار، وأحد التجار بيقول له
اللي اخبار مرزوق ايه يا اسم محمد الخياط؟ قال له اغار من الحته وارتحنا منه. قال له انت بتسال السؤال ده ليه؟ قال له اني شفت امبارح واحد صلاه النبي احسن راكب فيتون. كلمه فيتون عزيزي المستمع المقصود بيه بلغتنا بنقول عليه كاريتا او حنطور صغير كده بحصان على قد شخص او شخصين بيركبوا جنب بعض كده، اسمه فيتون، ولابس قطنيه ولا شهبندر في زمانه. الشهبندر المقصود بيها كبير التجار. وقال طيب جاب الفلوس دي كلها منين؟ قال له ما اعرفش، يمكن واحد شبهه. قال لك طب انا هعرفه، هروح له البيت واسال عنه واشوف ايه حكايه الفلوس دي. والله عالي يا زمن. كلمه والله عالي يا زمن دي دليل على انه انسان طماع بيكره الخير للغير. فطبعا بيروح لمرزوق وبيحدثه، ومرزوق بيحكي له الحكايه كلها من طقطق زي ما بيقولوا لسلام عليكم. قال دي حاجه عاديه جدا، ده حته السلطانيه جابت لك ده، اما دي حكايه متلفقه صحيح. كلمه الحكايه متلفقه يعني هو نفسه مش مصدق الكلام اللي قاله له مرزوق. ده انا على كده اقدر اشتري الجزيره باللي فيها. يرد عليه مرزوق بمنتهى التواضع يقول له يا شيخ محبب عليا. قال له طب انا هبيع اللي ورايا واللي قدامي واروح اشتري هدايا جامده جدا. لما سلطانيه واحده جابت لك كده، امال انا بقى الهدايا بتاعتي دي هجيب ايه؟ وبالفعل بيروح محمد الخياط لنفس الجزيره، جزيره الهمج ما بين الجبال السبعه، وبيقابل فعلا شخصيه محمد الطوخي اللي هو ملك هذه القبيله. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الهمج بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا 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 حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الأتباع؟ الأتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فك شال العمة من عليها. اتفضل. تاج عظيم. بترجع الأحداث لمحمد الخياط بيقعد مع أحد التجار، واحد التجار بيقول له اللي أخبار مرزوق إيه يا اسم محمد الخياط؟ قال له أغار من الحتة وارتحنا منه. قال له أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ قال له إني شفت امبارح واحد صلاة النبي أحسن راكب فيتون. كلمة فيتون عزيزي المستمع المقصود بيه بلغتنا بنقول عليه كاريتا أو حنطور صغير كده بحصان على قد شخص أو شخصين بيركبوا جنب بعض كده، اسمه فيتون، ولابس قطنية ولا شهبندر في زمانه. الشهبندر المقصود بيها كبير التجار. وقال طيب جاب الفلوس دي كلها منين؟ قال له ما اعرفش، يمكن واحد شبهه. قال لك طب انا هعرفه، هروح له البيت واسال عنه واشوف ايه حكايه الفلوس دي. والله عالي يا زمن. كلمه والله عالي يا زمن دي دليل على انه انسان طماع بيكره الخير للغير. فطبعا بيروح لمرزوق وبيحدثه، ومرزوق بيحكي له الحكايه كلها من طقطق زي ما بيقولوا لسلام عليكم. قال دي حاجه عاديه جدا، ده حته السلطانيه جابت لك ده، اما دي حكايه متلفقه صحيح. كلمه الحكايه متلفقه يعني هو نفسه مش مصدق الكلام اللي قاله له مرزوق. ده انا على كده اقدر اشتري الجزيره باللي فيها. يرد عليه مرزوق بمنتهى التواضع يقول له يا شيخ محبب عليا. قال له طب انا هبيع اللي ورايا واللي قدامي واروح اشتري هدايا جامده جدا. لما سلطانيه واحده جابت لك كده، امال انا بقى الهدايا بتاعتي دي هجيب ايه؟ وبالفعل بيروح محمد الخياط
لنفس الجزيرة، جزيرة الهمج ما بين الجبال السبعة، وبيقابل فعلا شخصية محمد الطوخي اللي هو ملك هذه القبيلة. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجنبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوصي. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار اكافئك بايه. مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. بتنتهي هذه الأحداث مع العبرة الجميلة اللي احنا خدناها من هذا البرنامج الغنائي أو الصورة الغنائية العظيمة. العبرة من إن الإنسان مننا لازم يرضى بقليله، ما يكونش إنسان طماع، وإنسان ما يكونش عنده نوع من الكبرياء بالطبع، لأن الحياة بتزدان بتواضع الإنسان وبقناعته دائما ورضاه بنصيبه وقدره. أشكرك عزيزي المستمع، وقبل 30 دقيقة من هذا الميعاد ألتقي معك بإذن الله في الأسبوع القادم. لكن عزيزي المستمع، أحب أقول لك إن إحنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله هنلتقي مع عمل عظيم جدا، وهو عوف الأصيل، من إخراج المبدع عبد الوهاب يوسف. فإلى اللقاء القادم بإذن الله. نص ساعة إذاعة، إعداد وتقديم محمد عبد العزيز عطية، الهندسة الإذاعية أحمد حسين، إخراج أحمد نجم.